رجل خارج من قاعة المحكمة بخطوات هادئة يتنفس هواء الحرية، في حين الحكم الذي صدر عليه منذ دقائق كيقول 5 سنوات ديال الحبس. شنو المعنى ديال هادشي؟ الجمعة اللي فات مدينة دراغينيا الفرنسية الهادئة كانت عيون الملايين متجهة نحو قاعة محكمة الجناية، قضية واحدة من أكثر القضايا اللي دارت الجدل في الفن العربي والمغربي. المتهم سعد المجرد، حكم خرج 5 سنوات وكلشي كان تيتسنى الصورة اللي تعودنا عليها، المينوط، الحراسة وباب الحبس كيتسد من ورا المتهم. ولكن حتى عجبنا هادشي وقع، سعد المجرد خرج من المحكمة حر. من هنا بدات التساؤلات في السوشيال ميديا، واش فلت من العدالة؟ واش كاين شي خطأ؟ واش القانون الفرنسي كيدير التمييز والتفرقة؟ الحقيقة كيف العادة أعمق من مجرد صورة ولا خبر عاجل. خليكم معايا حتى الاخر باش تفهموا شنو هو. ولكن قبل ما نبداو ما تنساوش ديروا لايك وتفعلوا الجرس باش تكونوا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معنا في قناتكم أخبار. خلينا نرجع بك لعام 2018، العام اللي فاش تشد سعد المجرد احتياطيا وبدا واحد المسار قانوني طويل ومعقد، ولكن ما بقاش مشدود طول الوقت، حيت من بعد خرجوا خضع لواحد الإجراء اللي كيسميوه في القانون الفرنسي المراقبة القضائية، يعني قيود صارمة يحضر لجميع الجلسات، ما يغادرش البلاد ويلتزم بكل الشروط اللي فرضت المحكمة. طوال هاد السنين ما خرق حتى قاعدة، كان كيحضر لكل جلسة، التزم بجميع الشروط، ما هربش، ما تخباش وما تحداش القضاء. وهنا بالضبط لقات المحكمة راسها قدام سؤال مهم، واش هذا الشخص يمكن يهرب؟ والجواب اللي وصل للقضاء كان لا. وعلى هذا الاساس المحكمة ما خرجتش ضوء ما يسمى بالقانون الفرنسي بأمر الإيداع الفوري، يعني القرار اللي كيصيفط المتهم مباشرة للمحكمة للحبس. هادشي ماشي استثناء غريب وماشي امتياز خاص، هذه غير اختيار قانوني عند المحكمة ملي كيبان لها ان المتهم طول المسار القضائي ما بانش عليه اي علامة انه غادي يهرب من العدالة. ولكن هنا كاين التشويق الحقيقي، الحكم تصدر والحبس مازال كيتسنى. السؤال دابا ماشي علاش ما تشدش، السؤال الحقيقي هو اش غادي يوقع من هنا لقدام. فريق الدفاع عنده الحق يدير الاستئناف، وهذا الشيء يقدر يجمد تنفيذ الحكم لشهور ويمكن حتى سنين اضافيه. اما الى الطرف الاستئناف ما غنبقاش قدام سعد المجرد غير طريق واحد، باب السجن. قصه سعد المجرد كتفكرنا بحاجه مهمه، العداله ماشي ديما بحال اللي كنشوفوا في الافلام، سريعه حاسمه ودراميه، مرات كتكون رحله طويله وعامره بالتفاصيل القانونيه اللي كيبانوا معقدين، ولكن في العمق ديالهم قلبوا غير على حاجه واحده هي الانصاف. سواء كنتي متفق مع الحكم ولا لا، فاللي كاين اليوم هو ان القانون كياخذ مجراه شويه بشويه وبكل ثبات. صراحه سعد المجرد هذه القضيه استنزفته بشكل كبير واستهلكت ليه بزاف من وقته وضيعت عليه الكثير في المسار المهني ديالو، ولكن قد بقات التهم ثابته في حقه وخصو يخلص الثمن الغلط ديالو. هادشي كيفكرنا انا اغلاط ديال المراهقه وايضا مرحله الشباب تقدر تولي حمل ثقيل علينا في المستقبل وعائق ونحو التقدم في حياتنا. وانتم واش كيبان لكم ان القضاء الفرنسي متساهل مع سعد المجرد؟ واش سعد خاصو يستسلم الامر الواقعي ويدخل يدوز العقوبه ديالو، لحقاش القضاء ما غاديش يغير القرار ديالو، ولكن شي امل انه يلقى البراءه ديالو؟ خليو لي ارائكم في التعليقات لتحت، غادي نقراهم كاملين ونجاوب. الا عجبكم هذا التحليل ما تنساوش اللايك، الا عجبكم ايضا الفيديو شاركوا مع الاصدقاء والعائله باش يوصل اكبر عدد ديال الناس. مرجو الاشتراك في القناه باش ديما يوصلكم جديد. كانت معكم قناتكم اخبار وان اللي كتجيب الحقيقه ولا شيء غير الحقيقه. شكرا للمشاهده، نلتقاو في فيديو جديد، مع السلامه.